خناقة ايمج 2 نانو بنانا برو نانو بنانا 2 وعائلات جوجل ضد اوبن اي اي. تعال اقول لك بسرعة ايه الجديد وايه المميزات، وبعيد عن التهويل يلا نبدأ. اوبن اي اي نزلت ايمج 2 موديل جديد لتوليد الصور. ايه الاضافات بقى عن الموديل القديم؟ خد عندك اول حاجة انه بقى يفهم الكونتكست احسن، بقى يفهم الصورة اللي انت مديها له احسن. لا ده بجد، قبل كده لما كنت تكتب له برومبت مثلا وتحط له شوية تفاصيل زيادة يبدأ يهلوس، انما اوبن اي اي بتقول ان هو بقى يفهم ده احسن، وبالعكس لما تديله كيود بيطلع صور احسن. تاني حاجة وانه اخيرا بقى يكتب عربي جوه الصور، بقى فاهم اللغة العربية يدعمها. انا عارف ان نانو بنانا بيعمل ده بقاله داخل في 6 شهور اهو، بس يعني معلش زقه مع الدنيا. وبما انه بقى يتكلم عربي وبقى يفهم الصور اكتر، فبقى بيعمل انفوجرافيكس بالعربي احسن بكتير من اللي كان بيعملها قبل كده. ده لو كان بيعملها قبل كده اصلا. اوبن اي اي بتقول ان هو بقى فاهم كمان البيئه المحيطه في التصميم بتاعك، يبقى فاهم الخلفيه وفاهم العناصر اللي حواليك. بصراحه من التجربه في حاجات كانت ظبطت وفي حاجات لا، ولكن هي احسن من قبل كده. دي كانت الاضافات. طب ايه بقى المميزات؟ التفاصيل دي اهم ميزه موجوده في الموديل الجديد من ايمج 2 ضد نانو بنانا والعائله كلها، نانو بنانا بقى ونانو بنانا برو ونانو بنانا 2 للاخر. لما تيجي تقارن ما بين نانو بنانا برو ونانو بنانا 2 وايمج 2 من اوبن اي اي، هتلاحظ فرق التفاصيل اللي موجود في الصور بتاعه ايمج 2. تاني حاجه الملامح، نانو بنانا بيحافظ على الملامح بس اوقات كتير بيجي يروح مخرف. ايمج 2 بيحافظ على الملامح اللي في الصوره اقوى. بالنسبه لي لما جيت قارنت لقيت ان ايمج 2 بيحافظ على الملامح اللي في الصوره اكتر من نانو بنانا، وبالمناسبه ده كان العكس قبل كده. فدول نقطتين لصالح اوبن اي اي. نانو بنانا اسرع. تاني حاجه نانو بنانا تقدر تديله صور كريفرنس عددها اكبر بكتير من اللي بتديها لايمج 2، بيسمح لك ان انت تعمل كومبوزيشنز معقده كده. دول كمان نقطتين لنانو بنانا. رايي انا الشخصي اني دايما حتى في المودلز القديمه من تشات جي بي تي او اوبن اي اي كان دايما الواقعيه في الصور اعلى من المودلز بتاعت جوجل. طب اخر حاجه استخدم مين؟ استخدم الاثنين طبعا. يعني لو رحت الواقعيه فغالبا هتستخدم اوبن اي اي، ولكن لو رحت للانجاز والفعاليه والسرعه هتروح لنانو بنانا. فما فيش بقى حوار ان ايمج اي اي او تشات جي بي تي هيجي ينهي على جوجل ونانو بنانا وبتاع. مفيش الكلام ده، بغض النظر ان المواقع كاتبه ان السكور بتاع ايمج 2 اعلى بكتير من نانو بنانا. بس جود نيوز ان نانو بنانا 3 هينزل قريب، وربنا يكون في عون اخواتنا المصممين. يعني المنافسه هتبقى شرسه جدا في السوق بسبب الموديلز دي كلها. هذا وقد جاءكم بيان العركه اللي كانت دايره ما بين الناس محبين جوجل والناس محبين اوبن اي اي، فتخلوش حد يضحك عليكم. سلام.